انا جيت. مايكل 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 يا ولد. مايكل يا ولد، ما رضوش يعملوا له صليب على التورته؟ مايكل يا ولد، انتي خلبوصه. انت غلطان طبعا. الغلط ماسكك مساسك لراسك. ازاي تطلب طلب زي ده وانت عايش في مصر؟ انت مصر والدين الاسلامي عاملين لك خرم في دماغك. تطلب تورته مرسوم عليها صليب؟ كان عايز يرشم التورته. ليه؟ فاكر نفسك فين؟ الغلطة غلطتك يا مايكل. بص سيادتك، انا عامه ما بحبش اجيب حاجه بيؤمن بيها معتقد تاني واتكلم عنها، كل واحد حر في معتقده، بس انتوا ليه بتاكلوا معتقداتكم؟ بجد والله. يعني انتوا معروف عنكم الموضوع اللي هو بتاع القربان، اللي هو العيش ده المفروض جسد المسيح وانتوا بتاكلوه وبتشربوا دمه اللي هو نبيت، ودلوقتي عايزين تاكلوا الصليب. هو في ايه يا جماعه؟ ما تاكلوا رز وبسله عادي. بجد والله، يعني اعملوا لكم صينيه بطاطس كده، ولا قضوها سندوتشات جبنه وواحد شيبسي من الكبير ده، في ايه بس؟ دايما في اي عيد ميلاد او حاجه بنعمل كيك مثلا للعيال. ما تحورش، وانت يعني مش بتاكل منها؟ ايه اللي للعيال؟ الرد الصراحه كان صادم جدا، ان هو بيقول لي انا ممكن اعمل لك الكيك بس من غير الصليب. ما حدش يا حبيب قلبي بيعمل كده. عمرك شفت واحد مسلم عامل تورته عليها الكعبه؟ ما ينفعش، اصل هياكلها يعني، ولا هندب فيها الطرنش ده بتاع التورته، السكينه الكبيره دي نقطعها؟ ما ينفعش، ولا ناخدها نشيلها على جنب، ما هتسيح مننا وهتبقى شغلانه سودا. ليه يا حبيبي اصلا؟ انت ايه اللي جاب في دماغك الفكره دي؟ ليه عايز تاكل الصليب؟ ليه ما تعملش الصليب؟ هو انا بقول لك اعمل الصليب تاتو على جسمك. تاتو؟ انت ليه عايز ترسم التورته؟ ويا ترى التورته بقى بتترسم في كام موضع؟ وهل في فرق بين رسم التورته ورسم الجاتو؟ لان في فرق في الحجم سيدي الرئيس. هو ايه المشكله ان انت تحط صليب على تورته؟ تخيل كم الغتاتة اللي أنا ممكن أكون فيها كمسلم لو دخلت على واحد بتاع محل ذهب مسيحي قلت له والله حضرتك عايزين نبيع المصحف الذهب ده مثلا هيخليك كافر مثلا، او هيخليك مثلا بتعمل حاجه ضد دينك. والله يا أستاذ مايكل، هو يعني أنا مش حابب أفاجئك، بس ده ضد ديني. تخيل الصليب ده ضد معتقدي، ده يعني عكس معتقدي تماما. إحنا عندنا التورتة دي، ايه رأيك فيها؟ تحب اجيبها لك في عيد ميلادك؟ الله يرضى عليك، انت بدل ما تقعد تاخد لي سكرين شوت على الراجل وعايز تمسكها عليه ان هو مش عايز يعمل لك صليب ومنزلها لي مبروزها، انت مهتم، انت عايز تعمل فتنة وخلاص، او عايز تعمل دوشة، عايز تتعرف، عايز تتشتم. فايا كان يعني، عارف انت المثل اللي هو بيقول ايه؟ يعني انا مؤاخذة، يعني اصلا انا بحب الكلاب وهو الكلاب على السيرة، يعني الله يرضى عليكم، الكلاب الشارع مش هتمشي من الشارع، هتقعدوا تهروا وتنكتوا وناس تتعصب وتشتموا بعض وتعملوا لبعض بلوكات، وفي الاخر كلاب الشارع هتفضل في الشارع، اخرها هتموتوا 10 20 30 كلب هيموتوا، والموضوع هيفضل زي ما هو، هتاخد لها شويه هوجه كده كده، الكيرف بيعلى وهيرجع ينزل تاني، وكلاب الشارع. والموضوع بتاع الفتك اللي طالع مع عمرو اديب ده، اللي مفكر نفسه يعني بهلول في اسطنبول، اللي جاب التايهه وعمل يعني حل اللي محدش بيعمله، الحل ده قالوا قبلك عشرات المئات البني ادمين وبرضه ما تنفذش. انت مش جايب التايهه، انت عامل زي الملحدين اللي هو لسه مواليد 96 ده، ويطلع يقول لك اصل انا جبت شبهه بول البعير. يا ابني انت لسه مولود امبارح اصلا. فللاسف دي حاجه يعني مش المفروض نسكت عليها. هتعمل ايه يعني؟ تعرف تعمل ايه لا مؤاخذه؟ شوف، لما تعوز يا استاذ مايكل يا محترم تعمل تورته عليها صليب، ابقى اعمل تورته عاديه خالص، وهات صليب من عندك من البيت حطه عليها كديكور يعني، او علشان تبارك التورته، الله اعلم انت عايز تحط الصليب ليه. هات صليب من عندك حطه عليه، ولا انت عايز تاكله؟ اصل يعني هات صليب انت من عندك في البيت خشب كده ولا حاجه حجم مناسب، حطه عليها تمام، ولما تخلص العيد ميلاد رجع الصليب مكانه، وما تصدعش ابونا بقى. لا انت هيعملوا لك تورته عليها صليب، ولا الكلاب هتمشي من الشارع، ولا مصر هتعمل حاجه في كاس العالم.